ذاكرة المغرب. تقدم التاريخ كما هو بعقل هادئ وبعيدا عن الخرافة. هل كنت تعلم أنه في الصحراء المغربية يوجد درج حجري غريب يعرف باسم سلم السماء؟ من الذي قام ببنائه؟ ومتى شيد؟ وما الهدف الحقيقي من بنائه؟ هل هو موقع أثري قديم أم بناء حديث؟ ولماذا يوجد في قلب الصحراء بالضبط؟ في هذه الحلقة سنكشف حقيقة سلم السماء بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن التهويل. التاريخ كما هو على قناة ذاكرة المغرب. سلم السماء أو Celestial Staircase ليس موقعا أثريا ولا بقايا حضارة غامضة كما يروج في بعض الفيديوهات على الإنترنت. هذا البناء هو عمل فني معاصر ينتمي إلى ما يعرف بفن الأرض لاند آرت. الذي قام ببنائه هو الفنان الألماني هانس ياغفوث، وقد بدأ إنجازه ابتداء من أواخر سبعينيات القرن العشرين، واستمر العمل عليه على مراحل خلال الثمانينات والتسعينات. إذا نحن أمام بناء حديث نسبيا، لكن شيد بمواد تقليدية وفي فضاء يوحي وكأنه خارج الزمن. سلم السماء عبارة عن درج حجري ضخم يصعد عموديا في قلب الصحراء ولا يؤدي إلى أي مكان عملي. لا يوجد معبد في الأعلى ولا منصة ولا وظيفة مادية واضحة، وهذا مقصود. فالهدف من بناء سلم السماء لم يكن دينيا ولا عسكريا ولا سياحيا بالمعنى التقليدي، بل هدف فكري وفلسفي. الفنان أراد طرح سؤال مباشر: هل يجب أن يكون لكل بناء وظيفة؟ أم يمكن للإنسان أن يبني فقط ليفكر؟ اختيار الصحراء المغربية لم يكن صدفة، لأنها فضاء مفتوح وأفق بصري نقي وزمن بطيء لا يفرض تفسيرا واحدا. قرب سلم السماء وفي نفس المجال الصحراوي جنوب شرق المغرب، وتحديدا بين مدينتي أرفود والريصاني بإقليم الرشيدية. توجد منشآت حجرية أخرى تعرف باسم مدينة أوريون City of Orion. مدينة أوريون ليست مدينة سكنية ولا موقعا أثريا، بل مجموعة أبراج حجرية منخفضة أنجزها نفس الفنان ضمن نفس المشروع الفني. وقد صممت هذه الأبراج وفق توزيع كوكبة الجبار أوراين في السماء، في محاولة لإسقاط النجوم على الأرض وربط الإنسان بالصحراء والسماء، كما كان يفعل منذ أقدم العصور حين كانت النجوم وسيلته للفهم والتوجيه. وبالقرب من هذه الأبراج تظهر أشكال حجرية دائرية. هذه الأشكال ليست قبورا ولا آثارا جنائزية حديثة، بل مستوحاة بصريا من البازينات الصحراوية. والبازينات هي قبور حجرية قديمة جدا تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ومنتشرة في الصحراء المغربية وشمال إفريقيا. تتكون عادة من دائرة أو كومة حجرية تشيد فوق المدفن، وكانت تستعمل لدفن شخصيات مهمة، وهي دليل أثري معروف على عمق الاستقرار البشري في الصحراء قبل آلاف السنين. لكن في هذا الموقع لا نتحدث عن بازينات حقيقية، بل عن استلهام رمزي لشكلها فقط استعمل للتعبير عن فكرة الزمن والدورة واستمرارية الوجود الإنساني في الصحراء. إذن ما نراه هنا ليس لغزا ولا سرا مخفيا ولا حضارة مفقودة، بل أعمال فنية معاصرة استعملت الصحراء المغربية كلغة بصرية وفكرية وليس كخلفية فقط. سلم السماء لا يقدم أجوبة جاهزة ولا يفرض تفسيرا واحدا، لكنه يذكرنا بحقيقة مهمة: ليس كل ما هو غريب قديم، وليس كل ما هو حديث بلا معنى. ذاكرة المغرب. تقدم التاريخ كما هو بعقل هادئ وبعيدا عن الخرافة